السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقه الممبار، من اكتر المحاشي اللي بحبها وبحب اعملها جدا. بحس كده ان هي ما بتاخدش وقت زي المحشي الكرنب او ورق العنب. بحس ان هي كده بتتعمل بسرعه، بالذات لما يكون مثلا عندك ضيوف او حد عاوز ياكل ممبار وكرشه. اول حاجه كده بجيب بقدونس وشبت وكزبره 3 مع بعض علشان يكون طعمه حلو. بعد كده بقطعهم بالطريقه دي. بعد كده بقى في حلة على النار بحط معلقتين كبار من الزيت، معلقتين كبار من الزبدة. بعد كده بصلتين بقى كبار مع فصين توم وقرن شطة حامي، وبفرمهم كويس في الكبة. وبعد كده بنزل بيهم في الزيت والزبدة وبقلبهم كويس لغاية ما يوصلوا اللون اللي انا عاوزاه. بعد كده بنزل بعصير الطماطم. طماطم عندي هتبقى حسب كمية الممبار اللي انت هتحشيها، يعني دول حوالي نص كيلو طماطم. بعد كده بنزل بقى بكوبايتين رز كبار، وبكون مصفيهم كويس من الميه بتاعتهم، يعني بحطهم في مصفى كده يصفوا الميه. بعد كده بنزل بقى بالشبت والكزبره والبقدونس، والبهارات بتاعتي عباره عن ملح وبهارات محشي، بابريكا، توم باودر وبصل باودر وكزبره ناشفه. بقلبهم بقى كويس، بقلب الخلطه دي كويس، ولو بتحبي الحراق ضيفي نص معلقه شطه. وبعد كده بقى بقلبهم كويس جدا علشان الرز يتشرب من كل الخلطه دي. بعد كده بقى بكون غاسله الممبار بتاعي ومقطعاه. هبدأ بقى احشيه بالطريقة دي، بس هحشيه في طبق خارجي كده بعيد عن الحلة علشان المية اللي بتنزل من الممبار مش عايزاها تنزل في الرز. بحط صباعين كده في طرف الممبار في الطرف الاولاني، وبالايد التانية هبدأ احشي بالرز كده. وطبعا وانتي بتحشيه مش تمليه رز قوي، يعني اضغطي عليه كده، خلي الرز يمشي فيه وما يكونش مليان قوي علشان مش يتفتح منك في المية. وهنا علشان كنت لابسه الجلافز يعني ما كنتش عارفه اتحكم كويس، فبلاش جلافز في المحشي بالذات. بعد كده هحشي بقى كل الكميه اللي عندي دي، ولازم ننضف الممبار كويس من بره من الرز علشان الرز ما يوقعش في الميه وهي بتتسلق. وعاوزه اقول لكم حتى لو الممبار جاي متنضف جاهز من بره، لازم انت برضو تعيدي عليه تنظيف جامد. تغسليه بالميه والدقيق والليمون، هتعملي له محلول ملحي اللي احنا متعودين عليه، هيكون عباره عن سكر وملح ودقيق وليمون وطحينه، معلقه طحينه. وهنسيبهم حوالي ساعتين في المحلول ده. ويفضل لو عندك برضو جنزبيل تحطي معلقه من الجنزبيل، هيكون حلو جدا. وطبعا هيفيد رز كتير من الخلطه دي، فبلاش ترميها، لان بالذات الممبار مش بيحتاج رز كتير زي ما قلت لكم. فانا مش هرميها، انا هقطع فيها بطاطس وبعد كده هحطها على النار، برضو هضيف عليها ميه كده واحطها على النار تطبخ زي الرز العادي، بتكون حلوه جدا. علشان كده انا حشيت في طبق خارجي وما جيتش عند الحله علشان الرز اللي فيها يفضل نضيف وما يكونش فيه اي حاجه من الممبار. هنا بقى كنت خلصت الكميه اللي عندي. بعد كده بقى جبت حله كبيره على النار وحطيت فيها بصل وطماطم، فلفل اسود وورق لورا وحبهان، ولو عندك جزره ممكن تقطعيها عادي. بعد كده بقى هنزل بالممبار اللي عندي كده وهنضفه من الرز وانا بحطه. ولازم طبعا قبل ما تحطي الممبار تكون الميه بتغلي علشان ما تفرقعش، وانت بتحطيه امسكيه من الطرفين وانزلي بيه في الميه. وكان في برضو كرشه كده قطعتها شرايح صغيره وحطيتها مع الممبار. انا بحبها كده، ما بحبهاش بطريقه الكمونيه بقى والصلصه والكلام ده كله، لا انا بحبها تكون كده. وبعد كده بطلعهم كده لما يستووا بعد ساعتين او ساعه ونص، وبحمرهم في قطعه زبده او زيت او سمنه. وده الطبق النهائي. ان شاء الله طريقتي في خلطة المحشي تعجبكم. لو عجبتكم طبعا جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنت، وكمان قولوا لي بتعملوا الكرشة ازاي، بتعملوها زي ما انا عملتها كده ولا بتعملوها بالصلصة. وطبعا بعد الاكلة دي كان لازم كوباية شاي بالنعناع.
وبس كده الفيديو بتاعي يكون خلص النهارده. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم دوسوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. وطبعا ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.